بما اني معد بدني للاعبي الفنون القتاليه مش هحلل النزال من منظور ضربات ولا تكنيك معقد، لكن من منظور الجيم بلان والحركه والاستراتيجيه بتاعت كل واحد في الماتش. من متابعتي الاخيره لنزالات اسلام وايان شايف ان نقطه المعركه الحقيقيه هي مكان النزال نفسه. اسلام هيحاول يقفل المسافات ويدخل الكلينش ويحول النزال لمصارعه ويسيطر على الارض. في المقابل ايان هيعتمد على المسافات الطويله والريتش والفوت وورك عشان يخلي النزال كله سترايكنج. والمهم هنا ان بعد نجاح اسلوب المدرسه الداغستانيه في السنوات الاخيره بقينا نشوف ان لعيبه كتيره مركزه جامد على تطوير التيك داون ديفense والقدره على الرجوع للوقوف بسرعه، لان لو نجا اسلام في فرض الجيم بلان بتاعه بدري فرصته في الفوز هتكون كبيره. لكن هل في سيناريو يخلي ايان يكسب؟ لو قدر يحافظ على المسافه ويكسر محاوله التيك داون ويجبر اسلام انه يقاتل واقف لفتره طويله، وقتها ممكن نشوف مفاجاه. ايه توقعاتكم؟ اسلام هيفرض اسلوبه ولا ايان هيقدر يغير شكل النزال؟ اكتبوا توقعاتكم في الكومنتات.